لكل محبين التصوير مشاهدينا، وصلنا إلى فقرة يلا تصوير مع أفكار جديدة مثل العادة، والمصور العالمي خالد أبو الدهب. ويسعد صباحك خالد. أهلا وسهلا يا لجين، كيفك؟ صباح الخير، صباح الخير على كل أعزائي المشاهدين. الله يسلمك. إيش راح تعلمنا اليوم؟ النهارده لجين عندنا حاجتين، هنتعلم ازاي نصور طلوع الشمس. الله. وكمان هنتعلم ازاي ناخد صور او الدور للبورتري، ازاي نصور بعض مثلا بره في التصوير خارجي او كده. شروق الشمس فيه رومانسية عالية. اكيد اكيد. حلو. إذا راح نشوف أول شيء التقرير. ان شاء الله ان شاء الله. قبل بس ما نخش على التقرير هنقول معلومه بسيطه قوي. أيوة. ان في عندنا وقت ناس كتير قوي مش عارفين ان ده احلى وقت ناخد فيه الشمس، وهو لازم نبتدي من الدنيا ما تكون سودة ظلام خالص. بعد كده بيبتدي يظهر الخط الابيض او الضوء الابيض بدايه النهار. من الوقت ده احسن وقت ناخد فيه طلوع الشمس، ويبتدي الشروق من الوقت ده. فدي بس معلومه كده. اذا هو الوقت جدا مهم، بيلعب دور بالصوره وبالاضاءه. طبعا. وانك ممكن تاخذ صوره بدايه كويسه. الوقت ده في كمان الوان في السماء جميله قوي قوي. جميل. اذا حنشوف التقرير ونرجع نكمل حديثنا وناخذ منك نصائح. اوكي اكيد اكيد. فلتر أيوة. طبيعي للوش. طبعا كان خالد بيشرح لي بعض الامور، الحين رح نشرحها سوا على للمشاهدين. خالد، طيب انت خبرتني الحين بالنسبه للقطعه هذه، ايش بتسمى عاده؟ بسميها العاكس او بيسموها العاكس اللي من خلالها انت بتستغل اشعه الشمس عن طريق عكسها. اللي احنا بنعكس، بنستقبل اشعه الشمس وبعدين بنعكسها نوجهها على الوش اللي انا عايز اصوره. كمان من الحاجات المهمه قوي ان انا اشوف انا فين واقف من الشمس، اللي هو مصدر الضوء بتاعي بره، وفين الشخص اللي انا عايز اصوره من الشمس. لازما او احسن حاجه جميله استفيد بيها بالاضاءه الكامله للوش ان يكون الشمس مباشره لوجه اللي انا بصوره، وبالتالي كل وش يبقى فيه اضاءه. بعد كده انا اقف والشمس هتبقى في ظهري او هتبقى فوق، وابتدي ان انا اصور. لو حبيت ان انا اعمل مثلا حاجه بيسموها مثلا ستايل في الاضاءه بشكل معين، ممكن اخلي الموديل بتاعي او الشخص اللي انا عايز اصوره الشمس من الجنب واجي انا من الناحيه دي، فبالتالي الجزء ده يبقى فيه ظل شويه والشمس جايه من الناحيه دي. يعني ممكن مثلا استغل الشمس انه مثلا انور نص الجسد او نص الوجه بس، واخلي الجزء الثاني معتم. بالظبط. وكمان ما تنسيش التقنيه اللي احنا قلنا عليها قبل كده، الفلاشات بره. وهنا كمان من الحاجات الجميله ممكن نعمل عليها زي اضاءه من الخلف. لو حطينا الفلاش ورا بيعمل برضو اضاءه على الشعر وعلى على الوش بشكل جميل قوي قوي. ممكن نستفيد بيها برضو تصوير البورتريهات بره بالشكل حلو. ده. اذا هنا بهذا انعكاس ضوء الشمس بطريقه يعني فنيه. الاثنين اقدر اقول يا لوجين ان طبعا الفلاش هيبقى الصبح بيدي لك شكل كلير زي ما اتفقنا، ويحدد الالوان بشكل حلو قوي. حلو. طيب في بقى ايش الوقت اللي ما المفروض الواحد يصور يبتعد؟ يعني مثلا لما تكون الشمس عموديه. لما تكون الشمس عموديه بتسبب مشاكل شويه، وده تقريبا الوقت من الساعه 12 لغايه الساعه 3، ان بتعمل ظل كذا ظل في الوش، وما بتبقاش الاضاءه متوزعه ملامح. صح. بتبقى قويه جدا، الاضاءه بتبقى قويه جدا جدا. فبالتالي بتلاقي في حاجه اسمها قاطع للشمس، عباره عن زي مظله بتعدي منها اشعه الشمس، يحطوها فوق الموديل لو عايز يتصور. الله ينور عليك. تهذب شويه اشعه الشمس عشان نعرف ناخد بيها شكل حلو. ما تتعطلوا ابدا، دائما عندكم يعني. لا انت سؤالك جميل اصلا. كمان الوقت ده فعلا شويه بنقول ما نحبش نصور فيه شويه من 12 ل 2 او ل 3. قبل كده الصبح بدري مثلا. حلو. طيب انت خبرتنا الحين عن بدايه شروق الشمس. بالنسبه للغروب، هل هو نفس الشروق ولا في اختلاف؟ في اختلاف. الاختلاف كله في الوقت قبل ما تطلع الشمس. ان في ناس يعني بيصوروا مثلا سينما ساعات بياخدوا حاجات في الغروب يعملوها كانها طلوع الشمس. انما في الفوتوغرافيا في وقت اللي هو قبل طلوع الشمس ده بيفرق كتير. الالوان اللي فيه مش موجوده في الغروب. كمان وين الالوان الاحلى؟ يعني زي هذه مثلا الصور، هذه شروق شمس، دي كلها شروق شمس. وبعدين في الغروب تلاقي احنا بنيجي نعمل الفوكس بتاع الكاميرا صعب شويه بيحصل، يعني كميه الاضاءه قليله. انما في الشروق كميه الاضاءه عاليه قوي. كثير حلوه الالوان. بصي سبحان الله. طبعا احنا واخدينها من جبل حفيد، من اعلى نقطه في الامارات على ارتفاع 1420 متر.
لا وبعدين سبحان الله ظاهر مدي، هل انت تعمدت انك تعمل هذه الحركه يبين فعلا كرويه الارض؟ لانه واحده من الصور مو جاي مستقيم خط الافق، لا جاي بميلان على الطرفين. هي في نوع من العدسات اسمه الفيش اي او عين السمكه، بتشوف بالظبط زي السمكه ما بتشوف بالجنب، فيها تقاعر ربما بالضبط، فتقدري تحكمي كمان في كميه التقاعر بتاعها. طبعا عشان احنا فوق السحاب يا لوجين، فشايفين السحاب تحتينا، فلما بس تعمل لها تقاعر بسيط بتبان كأنها زي كره ارضيه بالنسبه لي. فكان جميل قوي ان احنا نعملها بالمنظر ده. حاجه كمان من الحاجات الجميله قوي لما نيجي نصور بره او بشكل عام، لما نيجي نصور نضغط نص ضغطه على الزرار الاول عشان الفوكس او الوضوح يتحقق، بعد كده نكمل الدوسه. خاصة في الحاجات اللي احنا بنشوفها دي. طب يعني لما تدعس عليها والظل داعس عليها ما تظبط حالها وتاخذ صورة هي من تلقاء نفسها؟ لازم نعمل نص دوسة الأول. احنا بندي لها يعني أمر للكاميرا إن احنا عايزين ناخد شوت على البعد ده، فتبتدي إن هي تعمل الوضوح على البعد ده، العدستين يجوا بعضهم البؤر يجوا قصاد بعض، تبتدي أشوف الصورة. اوكي. يبغى لها فن كثير وتقنيه عاليه. النهارده كمان احنا كان عندنا صور من الساده المشاهدين وصلت لنا. الناس بعتوا لنا يمكن لو شفنا الصور. دي لقمر الماس من السعوديه. الجميل ان قمر كمان واخده الصور دي بالموبايل بتاعها يعني. والله وشوفي قد ايه ما شاء الله جميله. طب برافو. وهي ذكرت ان قالت لي انت خلتني هشتري كاميرا. لا والله على صورة اتوقع يعني اكيد حتنصحها تشتري كاميرا. هي قالت لي خلاص انا اخذت القرار عشان اشتري كاميرا. قلت لها جميل ان شاء الله بالموبايل بتاعها بتعمل صور جميله قوي. دول اولادها تقريبا في الصحراء، بصي يعني كاس الخيال بتاعهم، والكره طايره على فكره كمان. بالضبط. واخده شوط جميل ما شاء الله. بالضبط فيها اكشن، تحس انه فيها حركه فعلا. بالضبط. دي رمله من السعوديه برضو عامله الفكره بتاعت استوديو البيت. بالضبط، مصوره النضاره بتاعتها. طب حلو، صاروا بياخذوا بافكارك وبالتقنيات اللي بتعطيها. انا مبسوط قوي ان هم كمان خلى عندهم هوايه جميله. برضو مصوره الشنطه بتاعتها، حط عليها النضاره. جميل قوي يا رمله صورك، حاجه من الحاجات اللي بتعملها. بس انا عايز اقول لك يا رمله، انت بتعملي ديزاين كتير شويه للصور، خففيه شويه. اخر حاجه من ابا موسى من السعوديه. عفوا. جميل قوي، عامله بنفس الفكره بتاعت التصوير عن قرب بتاعت استوديو المنزل. جالها ايحاء من ايات القران والديزاين الاسلامي. جميل قوي. حلو، يعطيهم الف عافيه. طبعا وجه لهم كلهم تحيه. شكرا لك خالد ابو الدهب، الله يخليك، كثير انبسطنا بوجودك معنا. الله يخليك الله يخليكي، وشكرا اعزائي المشاهدين، وان شاء الله نشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا ان شاء الله.